بروجكت بلاي تايم للأسف رسميا ماتت. ازيكم يا اساطير، معكم ميجا من قناة جيمز هايلايت. ولو انتوا لسه جداد على القناة فشرف ان انتوا تنضموا لجيش الهايلايت عن طريق اللايك، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس. ويلا عشان مش فاضل كتير على 500. كنا بنقول 400 فجأة سبحان الله بقوا 500. ويلا نشوف ايه القصة. وايوه زي ما سمعتوا في الاول، للأسف اللعبة المالتي بلاير الوحيدة في عالم بلاي تايم ماتت، بمعنى مش هينزل لها اي ابديت جديد. يعني خلاص كده مش هنشوف ولا ابديت ليها. تمام. في ناس كتيرة بتقول ان هي هتتشال من ستيم اصلا، ولكن اللي انا عايز اقوله انه في لعبة احلى من بروجكت بلاي تايم مليار مرة، ومن نفس الشركة طبعا. تمام. وانا عن نفسي كميجا شايف انه الناس مأفورة على لعبة ما تستحقش، وان هي لعبة اقل ما يقال عليها سيئة. ما بالكو يعني ده اقل ما يقال عليها سيئة، ما بالكو بقى ايه اكبر حاجة ممكن تتقال عن بروجكت بلاي تايم؟ زبالة. ما علينا، يعني ده اقل ما قد يقال على بروجكت بلاي تايم. طيب ايه الكلام وايه اللي حصل وليه حصل فجأة؟ صراحة انا عن نفسي هقول انه انا بعتبر اصلا بروجكت بلاي تايم واحدة من اسوأ الحاجات اللي عملتها شركة موب انترتينمنت، سواء كان وقتها تيم صغير وشركة صغيرة او كانوا تيم كبير وشركة كبيرة. هي فكرة المالتي بلاير مش وحشة، ولكن فكرة اللعبة دي تحديدا واللي ما استفدناش منها بأي حاجة غير 3 حاجات غالبا، هي يعني فكرة مش جيدة. انا حاسس ان هي كانت عشوائية، ما كانوش مفكرين فيها قوي. وعلشان كده ده بيخليني اقول ان موب انترتينمنت كل الاسف وكل الحزن اللي هم حزنانينه على اللعبه ده مجرد اي كلام. لان نزلوا بوست طويل عريض 7000 سطر، بس كل ده يا جماعه فيك، لانه دي واحدة من أسوأ الحاجات اللي عملتها شركة موب انترتينمنت، وما كانش بيحبها غير الناس يعني كان بيحبها جمهوره اول ما نزل مش عارف ايه، ويمكن اول سنتين بس. بعد كده ابتدت الناس ان هي تنسحب واحده واحده، والتركيز بقى على اللعبه الاصليه لسببين: هي اللعبه الاصليه فهي اللي شايله القصه، والسبب التاني اللعبه المالتي بلاير عشوائيه بشكل اوفر. وزي ما قلت لكم احنا ما استفدناش منها في حاجات كتيره، وانا بعتبر ان هي عار على مجتمع بلاي تايم بعد شابتر 4. طبعا العار الاكبر هو شابتر 4، وده رايي الشخصي. طيب بالنسبه للعبه الجديده، فموب انترتينمنت على صفحتها الرسميه على اكس، ده الكلام ده بعد اللي هو لما نزلوا على لينكدين، نزلوا على صفحتهم الرسميه على اكس وعلى انستجرام انه رسميا هيكون في لعبه مالتي بلاير جديده من موب انترتينمنت. ولكن وهذا ما اثار الشكوك ان هم عكس جميع البوستات اللي بيعلنوا فيها عن الوظائف اللي هم محتاجينها، هما ما اعلنوش او ما ذكروش اسم بلاي تايم في الموضوع. يعني هما في العاده بيقولوا ان الشخص لازم يكون خبره في عالم بوبي بلاي تايم، لازم يكون فاهم في قصه بوبي بلاي تايم، وبلا بلا بلا ما الى اخره. ولكن لاول مره لم يتم ذكر بلاي تايم حتى لو في تلميحه بسيطه. فده اللي خلى الناس محتاره: هل هيكون في لعبه احسن من بروجكت بلاي تايم ليها علاقه بعالم بلاي تايم، ام انها لعبه جديده لحاجه جديده لقصه جديده؟ وده اللي احنا هنعرفه. ولكن لو عملنا فلاش باك كده يعني اسبوعين 3 كده، وطبعا انا كنت طول الفتره دي بجهز لكم الموضوع ده، لان انا كنت عارف انه اكيد 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 مش هيسيبوا بروجكت بلاي تايم، واللي بالنسبه لهم مش احسن حاجه لانها مليانه بالاخطاء ملهاش لازمه عشوائيه، وهيعملوا معاها لعبه جديده. لانه هيبقى صعب على الناس وهيبقى صعب عليهم ان هم يقنعوا الناس ان هم يعني يلعبوا اللعبه الجديده. تمام. و يعني زي ما قلت لكم هنعمل فلاش باك كده اسبوعين 3، وفي الفلاش باك ده بتنزل موب انترتينمنت على لينكدين تاني، بعد كده بتنزل على اكس وانستجرام او تويتر. تمام.
بتنزل بوست وبتعلن فيه عن ان هم بيجهزوا اللعبه. تمام، الدنيا حلوه، الدنيا حلوه. البوست كان بسيط، كان واضح، كان من طرف السي اي او ايزاك بالندر، كان بيقول فيه انه يا جماعه احنا بنعمل لعبه جديده، او يعني ما كانش واضح قوي صراحه عشان برضو ما بقاش ايه اللي هو بفتي قوي، بس هو كان في تلميحات على لعبه جديده. لحد ما بعدها بحبه ليست بقليله جالنا بوست طويل كانوا بيعلنوا فيه عن ان هم هيضطروا اسفين ان هم يمسحوا او ينهوا بروجكت بلاي تايم علشان في حاجه جايه بتتطور احسن. وطلبوا كمان طلبوا مدير بيفهم في الالعاب المالتي بلاير يخليها تشتغل من غير جليتشات كتيره. عايزين يحاولوا على قد ما يقدروا زي ما عملوا في تشابتر 5 ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يلغوا فكره ان اللعبه تنزل تبقى مجلتشه. تمام، فانا عايز اقول حاجه، ده شيء كويس جدا 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 التطور اللي احنا نشوفه، لان بعد توسع البلاي تايم اللي حصل من 2024 لحد 2026 فانا شايف ان بجد هتبقى اللعبه فعلا مليانه شخصيات. ده لو هتبقى فيها شخصيات زي بروجكت بلاي تايم او بسيستم مشابه ليها. غير كده يا جماعه احنا من 2023 ل 2026 شوفوا موب انترتينمنت تطوروا كام مره، والقصه تطورت معاهم كام مره، وكل حاجه تطورت كام مره. فانا حابب اقول لكم ان احنا مش داخلين على لعبه مالتي بلاير، او احنا مش هنسمع على لعبه مالتي بلاير، لا احنا هنسمع عن اسطوره الرعب في العاب المالتي بلاير. يعني هتكون لعبه فريده جدا 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 من نوعها، لان انا عارف ان هم وصلوا لمرحله كبيره جدا فهيعملوا حاجه بالمرحله دي. طيب بروجكت بلاي تايم برضو في ناس بتحبها وفي ناس عايزه تعرف مسير بروجكت بلاي تايم ايه. هو حاجه من الاثنين باختصار، يا اما هتبقى على اخر ابديت واللي ما كانش احسن حاجه، هي اصلا اللعبه كلها مش احسن حاجه، يا اما هتكون لعبه مش موجوده على ستيم وهينزل اللعبه اللي هي الجديده اللي ما حدش يعرف لا اسمها ولا اي حاجه عنها، بس احنا نعرف ان هم اعلنوا في بوست عن اللعبه دي. وغير كده البوست اللي هو يعني اللي انا هوريه لكم، يعني البوست ده هو اللي بيعلن عن ان هم عايزين حد مانجر في العاب المالتي بلاير. طيب ليه بروجكت بلاي تايم تم غلقها او سيتم غلقها؟ ده يا جماعه لان موب انترتينمنت مش مقتنعه بيها. ما انا اقول لكم على حاجه، انتوا لما تبقوا متطورين وتبصوا على التطور ده بعد فتره طويله، يعني يعني هنقارنها ازاي؟ فتره البدايه هم عملوا اللعبه في فتره البدايه، جم بصوا عليها في فتره المستقبل قالوا احنا ازاي سايبين الكارثه دي، احنا ازاي سايبين اللعيبه يلعبوا الكارثه دي. وانا عن نفسي حاسس ان كانت الاهداف الوحيده لنزول لعبه بروجكت بلاي تايم هي ان احنا نعرف الموظفين بيشتغلوا ازاي او بيتعاملوا ازاي مع الدمى العملاقه وبيعملوها من غير، او بيعملوا الاجساد اللي هتتحول للدمى العملاقه الحيه من غير ما ياخدوا بالهم او من غير ما يفتنوا. تمام، عرفنا كان برضو المفروض من بروجكت بلاي تايم ان احنا نعرف مصير العمال او العاملين اللي هم بيحاولوا ان هم يهربوا وبيحاولوا ان هم يعملوا، وده كان عن طريق السلاح الخطير بتاعهم بوكسي بو، واللي قد نراه في اللعبه الجديده وقد نراه في الشابترات الجديده، لانه يظل جزء من عيله بلاي تايم ويظهر يعني بفترات طويله جدا او بنسب كبيره جدا في صور امبر، والشخصيات اللي بتظهر في صور امبر لو مش صوره جماعيه للعيله كلها فبيكون وراها حاجه او ليها ظهور في يعني في مكان ما. تمام، فده كانوا احد الاسباب. طيب السبب التاني اللي بقى كان ده الاساس بقى ان احنا نعرف حاجات ليها علاقه بالشابتر الثالث او اللي هو شابتر 3 او ديب سليب او اي مكان، عن طريق ان احنا بنعرف عن اولي
او بنعرف ان التليفون اللي بيظهر ده هيكون ليه ظهور بشكل اكبر في شابتر 3، وده بالفعل بيحصل. وعن السمايلينج كريدرز واللي برضو بنشوف عنهم حاجات، ومنهم كات ناب طبعا. فانا شايف ان دي كانت وظيفه بروجكت بلاي تايم، وان غير كده كل اللي اتعمل بروجكت بلاي تايم ده يعني عارف اللي هو ايه، صعب عليهم مجهودهم، فقرروا ان هم يعني بعد ما صعب عليهم مجهودهم قرروا ان هم مش هيدمروا اللعبه دي. دي كانت القصه من منظور ميجا. طبعا مقتنع بارائي براحتك، مش مقتنع برضه براحتك، انا ما بهاجمش حد، وكل واحد وليه آراءه. وبس هو ده كان الفيديو، والسلامات.